السلام عليكم. في موضوع ودنا نتناقش فيه. أنا صراحة أني أشوفه كثير. هل في أشخاص تترك حياتها وتعيش حياة غيرها؟ أنا بصراحة أني أشوف الموضوع هذا أنه موجود يعني فعلا. للأسف صراحة أن في ناس تترك حياتها وتعيش حياة غيرها. كيف؟ أنا أقول لك كيف. عاد خلونا نتفلسف شوي يعني. مشي يعني. لا والله جد. أولهم أنت وأنا. فأنت شوف نفسك لما تفكر في شيء معين، ما تفكر مجرد لنفسك او انك تبسط نفسك انت بس، لا تفكر في غيرك. لازم انت في هذه الحالة ما انت قاعد ترضي نفسك، انت قاعد ترضي غيرك على حساب نفسك. وهنا المشكلة اللي نعاني منها كلنا. فلما تفكر انك تبني بيت مثلا، ايش اول حاجة تفكر فيها في التصميم؟ الضيفان. الناس اهم شيء هم. ومع هذا كله لو يصير عندك مناسبة رحت استاجرت استراحة ولا استاجرت صالة، ما حطيتها في بيتك. فليش ضيقت عليك عشان تكبر؟ شوف عندك أغراض البيت مثلا، اللي للمطبخ. شوف وش اللي لك وشوف وش اللي للناس. اللي للناس أحلى. ليش؟ بالرغم أن ممكن تقدر تاكل وتشرب فيها هذه مثلا الصحون ولا الأشياء الحلوة وتقدمها للناس عادي، لكن أنت لا، أمشي الناس. يجيك المجالس مقفلة، مجالس الرجال ومجالس الحريم كلها مقفلة، أفخم الكنب وأحلى ستاير وأحلى فرش، ومحشورين في الصالة. فليش أضيق على نفسي عشان الناس؟ يعني استمتع يا أخي، ما في مشكلة، الناس بيجونك الله يحييهم، لكن أنت استمتع. فخاصة اللي عنده أولاد، لا تخلي أولادك يفرحون إذا جاك الناس. إذا جاك ضيوف أولادك يفرحون. كل شيء ما يطلع إلا للضيوف. فتجي تقول للولد شرهتانا، ما لا تاكل وفوق حلويات وفوق. طيب أنت يا أخي من أول السنة ما طلعتها، حب طلعتها ذلعي تو شافها. يبغى ياكل. فليش دايم أحلى مكان في البيت اللي هو المجلس؟ ليش؟ ليش ما يكون الصالة مثلا ولا الغرفة حقت الأولاد ولا زي كذا؟ فتخيل شيء تجيبه ويكلفك يعني دم قلبك تدفع فيه، ويكون في الأخير ما هو لك ولا تستمتع فيه حتى. فعيش حياتك وغير من وضعك، وانت وأهلك وأولادك ترى أولى بالحاجات الحلوة، أولى من الناس. والناس ترى اللي بيجي عندك ما بيجي إلا من محبة، وما بيجي إلا عشانك، ما بيجي عشان فرش بيتك ولا مجلسك فخم. بيجي يتكي معك، وأحيانا يقول بالله، يقول لك أحيانا افرش لنا بالله برا في الشارع على الرصيف كذا براد وخلنا ننبسط. كتمة في البيت، هي خل الكنب ينفعك.